3 حاجات لو عملناهم في رمضان بطريقة مختلفة هتتغير حياتنا 180 درجة. اللي ما يعرفنيش أنا فاطمة ودي قناة أفكار. مش عايزة أطول عليكم، بس قبل أي حاجة حطوا لايك للفيديو دوت عشان نساعد في نشر الفيديو ويبقى في ميزان حسناتنا، ويمكن حد ربنا يهديه. أول حاجة القرآن. كلنا طبعا بنحاول نختم القرآن مرة أو 2 في رمضان، بس قليل قوي اللي بيقف قدام الآيات كده وبيتدبر معناها، بيحاول يعرف تفسيرها. الآية بتلمس قلبه. دايما كده خصصي ربع ساعة أول ما تصحي أو قبل ما تنامي أو حتى وانتي في المواصلات، اقفي قدام الصفحة دي. أنا خلاص الصفحة دي هتدبر معناها، هطلع منها آية آيتين هشوف معناهم ايه. ودايما اكتب الآيات اللي أنا حبيتها في أي نوت أو أي أجندة عندك، بحيث انك ترجعي ليها تاني. وحقيقي عن تجربة هتلاقي قلبك اتغير 180 درجة، هتلاقي نفسك بقيتي حابة القرآن، حابة معانيه، حابة ربنا، حابة انك تتواصلي معاه كأنك بتكلميه بالقرآن. بجد بجد القرآن دوت كنز جدا. بس مش معنى كده ان احنا ما نختمش القرآن، لا لازم نختمه، لازم دايما يبقى على موبايلنا اي ابلكيشن للقرآن للأذكار، عشان واحنا مع اولادنا ممكن نقرأ عادي، واحنا في المواصلات نقرأ عادي. اي الابلكيشنات دلوقتي بتسهل علينا ان احنا نتواصل مع ربنا اكتر بسهولة، بدل ما تشيلي مصحف او كده. فدايما يبقى معاكي اي ابلكيشن على الموبايل وتقرأي فيه الأذكار. تاني حاجة التأمل. بجد انك تسرحي مع نفسك كده وتفكري في خلق الله، ان ازاي ربنا رفع السماوات وخلق الارض وخلق الاشجار وخلق العصافير، ان هو قادر يقول لأي حاجة كن فيكون. فبجد بجد التأمل من احسن الحاجات اللي انتي ممكن تعمليها، وهتغيرلك حياتك 180 درجة. مش شرط تعملي ال3 حاجات، ممكن تختاري حاجة واحدة منهم. واسهل حاجة في التأمل انك ممكن تعمليه في اي وقت بعد الصلاة، وانتي في المطبخ، ممكن تخصصي له وقت قبل النوم حتى، وانتي نايمة كده بتستجمي تفكري قد ايه ربنا، قد ايه انتي عندك نعم كتير، قد ايه بنعرف نتنفس، قد ايه عندنا عينين وعندنا رجلين والحمد لله قادرين ان احنا نمشي، فالحمد لله على كل شيء. تالت حاجة بقى واللي فرقت معايا جدا الدعاء. الدعاء دوت من احسن الحاجات اللي انتوا ممكن تعملوها، اللي هو ربنا اصلا بيقول لكم فادعوني فاستجب لكم. يعني ما تحطوش اي حاجه، ادعوا بس وانا هستجيب، انا كده كده هستجيب دلوقتي بعد بكره بعد سنه، بس انا كده كده هستجيب. اللي هو انا بطمنك انا هستجيب، يعني هستجيب. فبجد ادعوا ربنا وما تنسوش انكم ترفعوا ايديكم، وتحاولوا على طول انكم تدعوا حتى لو بحاجه كبيره قوي ما انتوا شايفينها كبيره، بس ربنا برضو هيحققها لكم. ما تبخلوش على نفسكم بأي دعاء. ودايما خصصوا أجندة أو نوت كده اكتبوا فيها الأدعية اللي انتوا بتحبوها، وما تنسوش الناس التانية من دعائكم، لأن الملائكة بتقولكوا ولكم مثل، فدعاء الملائكة أقوى. فإن شاء الله ربنا يحقق كل دعواتنا. وأتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم، بحبكم كتير، ما تنسونوش من دعائكم. سلام.